السلام عليكم، ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة وسعادة. معلش بقى اعذروني على صوتي لان كنت تعبانة شوية. فالنهاردة ان شاء الله هنعمل يعتبر اخر نوع جبنة ان شاء الله هنعمله مع بعض. هي الجبنة البراميلي بالفلفل. يعني الجبنة القريش ديت كانت شوية كده اتبقوا معايا فعملتهم، فقلت اما اوريهم لكم. هنعملها النهاردة ان شاء الله ب10 كيلو جبنة، ب10 كيلو لبن، معلش. 10 كيلو لبن هيطلعوا معانا الخير اللي انتم شايفينه ده. وكان في علبة قشطة ان شاء الله هتشوفوها في الفيديو. هي ال10 كيلو لبن بيطلعوا على طول كيلو قشطة. تمام. ممكن تقل جرامة بسيطة يعني، بس المهم ان هي لو اللبن موثوق منه من مكان موثوق منه هيطلع معاك ان شاء الله كيلو قشطة. يعني بتمن اللبن هو كيلو القشطة اللي انت هتطلعيه. بقية الحاجة اللي انت هتطلعها منها دي كلها تعتبر الخير اللي انت بتملي بيتك بيه. اه، يعني بتطلعيه كده ببلاش. كلنا عارفين الاسعار وكلنا عارفين ان الحاجة مولعة نار. فبنحاول على قد ما نقدر كده نعمل حاجتنا في قلب بيوتنا. قبل ما نبتدي الفيديو ان شاء الله هنصلي على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام ونبتدي كده. انا معايا 10 كيلو لبن زي ما انتم شايفين كده، مصفياهم وكنت مجهزاهم. فقلت كده ان انا افضهم معاكم تشوفوا منظر اللبن عامل ازاي. ربنا يبارك يا رب لاصحابه. اهم حاجة ان زي ما قلت لك تجيب اللبن من مكان يكون موثوق منه علشان يطلع معاكي نتيجة حلوة وتلاقي فلوسك ما تخسرهاش. اللبن بكام؟ كلنا عارفين ان يعني دلوقتي م، اي حد هيقول سعر بتلاقيه مختلف في كل مكان. كنا زمان السعر بيبقى موحد في كل مكان، دلوقتي الاسعار كلها بتبقى مختلفة. يعني انا لو قلتلك ان اللبن انا شارياه ب16 هتقولي لي ما فيش الكلام ده، هتقولي لي لا ده اللبن بقى ب20 وب22. في كل مكان بيختلف، في كل مكان بيختلف. انا بقولك على الحقيقة وبقولك على اللي انا شارياه. ايا كان شارياه ب16 ب20 ب22، كمية الخير اللي بيطلعها لك هي تعتبر بتمن القشطة بتاعتها. كلنا عارفين الاسعار دلوقتي وصلت يعني لأماكن كده بعيدة قوي قوي. فالمهم على قد ما نقدر نحاول نعمل احتياجات بيتنا. الجبنة ديت كنت مترددة شوية في ان انا اعملها بصراحة، بس لما جربتها ندمت ان انا ما عملتهاش من زمان. جبنة طعمها جميل جدا جدا وحلو قوي، وتعتبر اولادك هيحبوها. احنا عارفين كلنا معظم الاطفال بصراحة ربنا كده، مش عارفة ان كان عندنا بس ولا عند الجميع، بس بيتقل عند الجميع ان الجبنة القريش بتبقى تقيلة. يعني الاطفال ما بتحبهاش في الاكل. بس انا سايبه الطبق اللي انا عملته ده في الاخر لانك بتحاولي ان انت تاكليها لهم مش بالغصب، بارادتهم وكل حاجه، بس انت بتغيري فيها شويه. يعني مره بتعمليها لهم جبنه كريميه بتبقى اي طعم بقى، باي طعم. بلاش نقول حاجات غاليه، انك ممكن تعمليها لهم بحاجات تكون غاليه شويه. لا، احنا هنعملها حاجات اقتصاديه وتكون على قد ايدينا ان شاء الله. بس يعني ما بتبقاش مكلفه قوي. تمام. بتبقى مثلا ممكن انت تاخدي خرطة الجبنة وتقومي رايحة حاطاه في قلب الكبة بتاعتك بشوية لبن او بمعلقتين شرشم اللي هما نزلوا، وبتضربيها وبتحطي فيهم مثلا معلقة زبدة كده تكون سايحة، وبتضربي الكلام ده كله. عندك مثلا لبن بودرة تحطي معلقة، اي حاجات بتطعمها لهم بها وبياكلوها. بتبقى جبنة كريمية، ما بيعرفوش ان هي جبنة قريش وبياكلوها. هي طعمها في منتهى الجمال، بس هما الاطفال كده. انا هنا كنت بوريكي كميه القشطه اللي طلعتها، بسم الله ما شاء الله، طلعت معايا كميه حلوه. هنا بقى احنا في توقيت شتاء. تمام. ما تخافيش من اللبن لو غاب معاكي 3 ايام او 4 ايام، ما تخافيش منه وما تقلقيش. بس لو لقيتيه اللبن بدأ يربط معاكي شيلي الوش بتاعه، لان هو ده الحاجه الوحيده اللي ممكن تخافي منها، هو القشطه. شيليها حطيها وسيبك اللبن يكمل لغايه ما تلاقي اللبن بتاعك بقى كويس عشان تاخدي منه نتيجه حلوه، وعلشان ما تهدريش فيه كتير. لان احنا مش عايزين ننزل منه فرفوتة واحدة، احنا عايزين ناخد كل كمية الجبنة اللي فيه. تمام. انا ليه بعمل اللي انا بعمله قدام منكم ده؟ انا برش ملح، ما تخافيش من الملح وما تقلقيش منه، مش هيغير اي حاجة، بس بيساعد الجبنة ان هي تطلع الشرش بتاعها. انا حاولت ان انا اقطعها كده زي ما انتم شايفين علشان اساعدها بان هي تطلع الشرش بتاعها بسرعة، عشان ان انا ابتدي اشتغل فيها. تمام. مش عايزة ان انا كنت اطول عليكم ولا حاجة،
بس حبيت ان انا اقول لكم انا بعمل ايه. في ناس بتحطها في قلب بتدفي فرن البوتاجاز وبتحطها وبتطفيه وبتحط اللبن فيه، تمام مفيش مشكلة، متعودة على كده اعمليها، انا عملتها قبل كده بس لقيت النتيجة يعني ما بتختلفش كتير، دي جميلة جدا وما بتقولش لا، تمام، ما بيحصلهاش اي حاجة. القالب اللي احنا متعودين عليه اللي عملت معاكم فيه قبل كده، ولو مش متاح عندك ومش موجود احنا بنتصرف، ما بنقفش على اي حاجة. علبة عندك زي ما قلتلك، ولو بتعملي كيلو واحد بينفع على فكرة. هتقولي لي هيطلع ايه؟ هيطلع معاك ان شاء الله. بتجيبي العلبة وبتعمليها زي المصفى من تحت، بتخرميها كده، بتجيبي مسمار تبتدي تسيحيها على البوتاجاز تخرميها برضو حتة الشاشة وبتحطيها، او لو عندك اي حاجة قالب صغير كده، علبة حلاوة طحينية اي حاجة، المهم ان احنا بنتصرف وبنعمل اللي احنا محتاجينه، تمام. انا هنا بقى فضيت وعاية واحدة وابتدي ارش عليها شوية ملح واكبسها بقى كبس مظبوط علشان خاطر ان هي تنزل كمية الشرش اللي فيها. شوفي الوعاية مليانة للاخر، شوفي القالب معايا مليان للاخر اهو، شوفي هترسى في الاخر على قد ايه. اهم حاجة ان هي تصفي الشرش بتاعها كويس قوي، تمام. تقعد معاكي بقى الوقت هنا اللي تقعده، ما تخافيش من الجبنة، احنا في توقيت شتاء، ما تقلقيش منها خالص، تمام. هنا تحطي اي حاجة تقيلة، ازازتين مية مثلا علشان تكبسي الجبنة مظبوط زي ما انت شايفة كده. تسيبيها بقى ساعتين 3 لاخر النهار لغاية ما توصل معاكي للنتيجة اللي انت شايفاها دي. هنا انا كنت مسكت المعلقة كده وقلبتها تقليبة. معلش بقى طريقة الفلفل اللي احنا هنحفظها بيه، انا فكرت ان المقطع اتقطع مني، عارفين يعني التعب الواحد تحس ان هو مش شايف اي حاجة. فالمهم ان انا برضو لقيته في الاخر فهحطه لكم في الاخر، تمام. وكلنا عارفين الفلفل وطريقته، تخرط الفلفل مكعبات، ترش عليه شوية ملح، تبتدي تحطيه في مصفى، ما تحطوش كده، لازم يستوي معاكي، تحط عليه شوية الملح وتحطيه في مصفى، وتبتدي ان انت تصفيه خالص من المية اللي فيه، بتسيبيه شوية لغاية ما بتبتدي تخلصي. انا قلبت في الجزء التحتاني كده، شوفي بقى ده، انا كنت عامله الجبنه كلها زي ما انتم شايفينها، بدات ان هي تمسك معايا اهي عن المره اللي انا عملتها في الاول. الملح بيشد الحاجه شويه وبيخليها تمسك وبيخلي الشرش اللي فيها ينزل. ببتدي ان انا اكمل بقيه تعبئه القالب معايا علشان برضو اكبسه كبسه مظبوطه. انا عايزه هنا بقى انت على حسب ارتفاع الجبنه وانت عايزاه، في ناس بتحبها رقيقه، انا بحبها اللي انت هتشوفوه ده. ولو كان عندي وقت كنت كبستها اكتر واكتر بالوعايه اللي اتبقت معايا اللي انا عملتها جبنه قريش، بس الحمد لله على قد كده. هنا بقى اهم حاجة برضو الكبس، زي ما قلتلك نتيجة الجبنة عشان تطلع معاكي كويسة ومتماسكة، اكبسيها كويس، خدي وقتك، ما تقلقيش من الوقت خالص، وما تقوليش ان الجبنة هتبوظ منك، ما فيش حاجة بتبوظ، مش هتبوظ منك طول ما انت ايدك في الحاجة، تمام. خدي وقتك مظبوط، تقعد معاكي وقت ما تقعد، يعني انا عملتها في يومين ما فيش مشكلة خالص. هنا انا كنت بوريكي اهم حاجة ان انت تحطي حاجة تقيلة عليها. هنا كده دي بعد ساعتين كده بدأت تقل معايا، هبتدي ان انا اكمل احط بقى الفلفل معايا اللي اتبقى، بس ارش كده معلقة ملح. الملح ما تقلقيش منه خالص لان دي جبنة براميل يا جماعة، يعني لازم أن يبقى فيها ملح، تمام. ما تقلقيش، ما تقوليش ان هي هتبقى حادقة. هنا كملت بقى بقيت تحت احط كده الفلفل اللي معايا، الشطة اللي انا مقطعاها. وهنا بقى هتشوفوا معايا في اخر الفيديو ان هرسة الشطة اللي انا كنت عاملاها نفعتني، لان ما كانش عندي في الوقت ده متاح شطة حمراء، فاخدت من الهريسة كده معلقة وعملت بها وطلعت في منتهى الجمال. يعني الحاجات اللي انت بتخزنيها في قلب البيت بتنفعك، وبتنفع في حاجات كتيرة قوي. المهم كده زي ما انتم شايفين الطريقة، يا رب تكون واضحة معاكم ويكون الشرح مبسط، ومعلش اعذروني. آه زي ما انتم شايفين كده طريقتها. خدي بقى هنا دي كده تعتبر المرحلة اللي قبل الأخيرة، بترش عليها شوية ملح كده وبتغطيها، تبتدي تكبسيها بقى الكبسة تكون مظبوطة قوي على قد ما تقدري، على قد ما تقدري. سيبيها لتاني يوم مفيش مشكلة، مش هيجرى لها اي حاجة، المهم ان هي تتكبس معاكي كبسة مظبوطة، تمام.
احط عليها حاجه تقيله. انا كنت حاطه ازازتين صغيرين، رجعت حطيت ازازتين كبار تاني، بس لما قلت معايا شويه نزلت كميه شرش مظبوطه. ما تحشيش اي حاجه بقى من عليها خالص الا لما تحسي ان هي ما عادش فيها شرش خالص من اللي هي بتنزله. تمام. هتشوفي منظرها، شوفي منظرها عامل ايه، شوفي كانت مليانه للاخر ونزلت لغايه فين. كان ممكن ان انا احط البلاستيكيه التالتة اللي كانت معايا، بس بصراحه ربنا اكتفيت بها كده بالحجم بتاعها كده. حسيت ان هي خلاص يعني القالب بقى حلو بقى كويس وتمام التمام. ابتدي بقى ان انا اقلبها كده معاكم وهنشوف شكلها. هنا بقى كلنا عارفين هنعمل ايه بعد كده. اكياس تلاجة، لو عندك المناديل اللي بتتشرى ديت، مناديل الاكياس ديت عندك، ما عندكيش اكياس تلاجة عادي. انا ما كانش عندي وقطعت فتحت كده اكياس تلاجة علشان ابتدي ان انا احفظها فيها. تمام. اقلبيها كده على البلانشة وابتدي بقى ان انت قطعيها التقطيع اللي انت ترتاحي لها. شكلها في منتهى الجمال، مسكت نفسها بقت حلوة قوي. هقدر ان انا اتحكم فيها واقدر ان انا اقطعها، اقدر ان انا امسكها لان هي مسكت نفسها. جبنة حلوة قوي، طعمها في منتهى الجمال. صدقيني لو عملتها مش هتندمي. انا كنت جايبه سكينه صغيره، فحسيت ان انا ابتدي ان انا ابوظها كده واهدر فيها، واحنا زي ما احنا متفقين مش عايزين نهدر في اي حاجه. فهبتدي ان انا اجيب سكينه تكون اطول شويه علشان انا ابتدي ان انا اقطعها مظبوط زي ما انتم شايفين معايا كده. بحاول ان انا ايد الاضاءه علشان تبينها لكم. يا رب تكون واضحه معايا كده وتشوفوها. وصدقيني زي ما قلت لك لو جربتيها والله مش هتندمي. هتحسي ان هي بتوفر عليكي. هتقولي لي يعني مثلا جبت 10 كيلو طلعولك دي وطلعولك طبق الجبنه القريش، طلعولك علبه القشطه اللي انت شوفيها. فاحسبي كده وشوفي هتلاقي ان شاء الله ان شاء الله موفره معاكي كتير قوي. كان نفسي ان انا اصور معاكم في الاخر علبه القشطه، بس بالف هنا ولادي. كنت انا تعبانه بقى، وهي دي اللي نفعتهم في اليومين اللي بيبقوا العيا دولت. فعلشان كده انا بقولك الحاجات دي جميله جدا في بيوتنا، بتنفعك كتير قوي. وان شاء الله ان شاء الله الجبنه دي هنفتح عليها في رمضان لو ربنا كده ادانا عمر كده، وهنشوفها مع بعض. هنجهز سحورنا، هنجهز حاجات كتير ان شاء الله من اللي احنا عملناها هنجهزها مع بعض. وهتلاقوا ان الحاجات عملناها في قلب بيتنا برغم الدنيا غالية. عملنا الحاجات بأقل التكاليف وبتكلفة بسيطة وعلى قد ايدينا. ما بتاخدش منك حاجة خالص. الشغلانة زيها زي اي شغلانة انت بتعمليها، بس لما بتلاقي نتيجتها قدامك بتفرحك وبتبسطك، وبتحسي ان انت ما تعبتش في اي حاجة خالص. شوفي النتيجة قدام منك اهو. شوفي انت لو بتشتري الجبنة ديت من بره دلوقتي هتشتريها بكام؟ وتخيلي برضو لما انت هتحطها كمان في الشرشة اللي انت هتعمليها دلوقتي وهتقعد معاكي شهر، هتحسي ان انت زي اللي انت كنت بتشتريها بالظبط. ودي حاجة انت عاملاها انت بايدك، ما فيهاش حاجة يعني، ما فيهاش مواد حافظة، ما فيهاش مواد صناعية، ما فيهاش اي حاجة. دي حاجة انت عاملاها بحاجة طبيعية. انت اللي عاملة، انت اللي عارفة حاطة فيها ايه. مش حاطين فيها اي حاجة مواد ضارة لاولادنا. اه طريقة حفظها جميلة جدا وسهلة قوي. الشرش اللي نزل منها تحطي فيه معلقتين ملح، وبتبتدي ان انت تحفظي الجبنة بتاعتك زي ما هي كده. بس اهم حاجة الوعاية اللي انت هتحفظي فيها، البلاستيكية اللي انت هتحفظي فيها تكوني حاطة فيها كيس. تمام. هنا انا هركنها على جنب علشان اعمل معاكم الجبنة القريش، لان كان باقي لسه معايا بلاستيكية من ال10 كيلو دولت، مش ال10 كيلو خالص. لسه باقي معايا بلاستيكية تانية، بس قلت خلاص انا اكتفيت بدي كده الحمد لله. ابتدي ان انا اعملها جبنة قريش. الجبنة القريش مفيش غنى عنها في اي بيت. بتنفعك زي ما قلت لك في حاجات كتيرة قوي قوي. ممكن تعملها بكذا طعم وطعم، انتوا عارفين الطريقة طبعا. آم، هنا لو ما عندكش الحصيرة ديت بتبتدي ان انت تصفيها في شاشة برضو زي اللي احنا صفرناها. بتبتدي ان انت تقطعها تشكليها زي ما انت عايزة، بشوكة بتشكليها لو حابة يعني ان انت توصلي الشكل ده. بس زي ما قلت لك ان الحصيرة مش غالية، ولو عندك بتقعد عندك بدل السنة 2 و3. كل ما بتغسليها وبتحطها في الشمس بتبقى جميلة جدا معاكي. الجبنة زي ما انتوا شايفينها كده شكلها في منتهى الجمال. جبنة بس الوحيدة قشطة كده، يعني تدوق طعمها في منتهى الجمال. وزي ما قلت لك انت ممكن بقى تهرسيها كده بشوية زيت زيتون، معلقة زيت زيتون. ولو مش حابة كده ممكن زي ما قلت لك تعمليها جبنة كريمية لأولادك. ولو مش حابة خالص ممكن تعملها بأي طعم انت حباه، او ممكن تاكليها زي ما هي كده. ممكن تحطها في نفس الشرشة اللي احنا هنحفظ فيها الجبنة، وتحفظيها برضو تقعد معاكي مدة طويلة.
اللي انت حباه والمتاح عندك، اللي انت احتياجات بيتك واللي بتحبيها. تمام. دي كانت كمية ال10 كيلو لبن. بس زي ما قلتلك هنا كانت ناقصة علبة القشطة. طلعت معايا كيلو قشطة. شوفي بقى سعر القشطة الوقت كام. تعالوا بقى نشوف هنحفظ الكلام ده ازاي. بس هنا كنت بوريك الجبنة، شوفي ناعمة جدا حلوة قوي. جبنة كده تقولي عليها قشطة، حاجة انت عاملاها بايدك، وكفاية ان انت عاملاها بايدك وعارفة انت عاملاها ازاي. تمام. دي كانت الكمية من ال10 كيلو. ابتدي بقى ان انا اجيب الجردل بتاعي، واهم حاجة زي ما قلتلك حطي في قلبه كيس، علشان تبتدي ان انت لما تحطي الجبنة وترصيها وتحط عليها الشرشة تبتدي ان انت تقفلي خالص الكيس علشان ما يخشلوش اي هوا. وبحفظها برا التلاجة، يعني برا خالص عادي بسيبها برا. وقت بقى ما بتفتحي عليها بتبتدي انت بقى تحفظي حاجتك في قلب التلاجة. تمام. زي ما كأنك بتشتريها من برا وبتبتدي ان انت تجيبيها، ما بتسيبيش حاجتك برا، بتحطيها في قلب التلاجة. بس طول ما هي بالشكل ده انا بسيبها برا عادي، ما بيجرالهاش اي حاجة خالص. اهم حاجة ان انت تقفليها خالص وما ما بيخش لهاش اي هوا. الشرشة ديت اللي كانت نزلت معايا، بس علشان الامانة كان معايا لسه شوية شرشة من الشرشة اللي انا كنت قايله لكم. كانت شرشة جبنة من اللي هي بتيجي في الصفايح دي، زودتها كده وقمت حاطه. زي ما قلتلك الشرشة ما تنسيش تحطي فيها ملح. الملح بقى ده حاجة ترجع لك انت، ما تخافيش من الملح خالص، لان الجبنة لسه هتشرب معاكي ملح، لان الجبنة تعتبر عدمة. ما تقوليش الملح اللي احنا حطيناه ان هو عمل حاجة خالص يعني. لسه برضه الجبنة دي بقى لما تقعد معاكي شهر، الشهر اللي لسه باقي ان شاء الله على رمضان، هتبقى في منتهى الجمال. هتبقى طعمها في منتهى الجمال، مش هتفرقها عن اللي انت بتشتريها خالص من بره. الجبنة دي ممكن تعمليها بطعم الزيتون. تجيبي الزيتون المخلي المتحدق اللي احنا مخللينه، وتبتدي ان انت تقطعيه برضو تعمليها بدل الفلفل لو انت ما بتحبيش الفلفل. تمام. هنا بقى معلش اعذروني، المفروض ان انا كنت ده اوريها لكم في الاول، بس انا فكرت ان المقطع ده كان اتحذف مني، فالحمد لله لقيته فحطيته لكم كده في الاخر. انا بوريك ان ده كانت الموجود عندي. كان معايا الفلفل الرومي وقرن شطه من اللي هو الاخضر الحراق، وما كانش عندي من الاحمر. حطيت معلقه هريسه شطه من اللي احنا كنا مفرزينها مع بعض، يعني من اللي احنا عاملينها مع بعض. كنت لسه حافظاها في قلب التلاجة بتاعتي من تحت. هوريلكم شكلها واتي معايا. وبتحطيها عادي ما بيجرالهاش اي حاجه، ما تقوليش نيك منها مفرومه، انا مش فرمها قوي. انتي بقى التقطيع هنا اللي تعجبك، بس انا كنت بحب ان انا يعني انا بحب التقطيعه دي في الجبنه تكون حاجه يعني ما تكونش خشنه كده، تكون زي ما انتم شايفين طريقتها كده. فضربتها في الكبه ما خرطتهاش على ايدي. دي الهريسه اللي احنا عاملينها مع بعض. وريكم شكلها اهي في منتهى الجمال، وزي ما هي تفضل معاكي السنه بطولها، يعني ما بتتغيرش الحاجه. لما بتكوني عاملاها في قلب البيت بتوفر عليكي مجهود ووقت ولو فجأة جيتي تفتحي التلاجة وما لقيتيش، الحمد لله بتلاقي اللي انت عملتيه موجود. يا رب الفيديو يعجبكم وينال اعجابكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.